تنمر شديد على نجمة طيور الجنة جنى مجدال، وحزن شديد منها على هذا التنمر لهذا السبب. السلام عليكم ورحمة الله. من فترة لأخرى تتعرض نجمة طيور الجنة جنى مجدال لتنمر شديد من الجمهور. هذا التنمر كان سببه الأساسي الزيادة الكبيرة في وزنها، والتي شاهدها الجمهور ولاحظها في الفترة الأخيرة. هذه الزيادة الكبيرة والتي دفعت نجمة طيور الجنة على الاختفاء فترة كبيرة جدا عن السوشيال ميديا وعن قناتها الرسمية على يوتيوب أيضا. وبعد فترة كبيرة جدا من اختفاء جنى، عادت جنى لتطل على الجمهور بهذه الإطلالة الساحرة جدا، والتي خطفت بها عيون المتابعين، وبدأوا يتساءلوا كيف تخلصت جنى مجداد من وزنها الزائد. تخرج جنى مجداد على المتابعين في فيديو وترد على مثل هذه الأسئلة، وتقول بأنها فقدت أكثر من 14 كيلوغرام من وزنها خلال 3 أشهر تقريبا، وذلك بعدما قامت باتباع حمية غذائية مع أخصائي التغذية لتحصل على هذه النتيجة الرائعة التي أثارت اندهاش وتعجب من الجمهور، لأنها حصلت عليها في وقت قليل جدا كما ذكرنا. وجدير بالذكر أن هناك إشاعات أخرى تخرج على جنى مجداد من وقت لآخر، وتقوم أمها مروة حماد بالرد على مثل هذه الإشاعات في أثناء حلقات البث المباشر التي تقوم بها للتواصل مع الجمهور. ومن ضمن هذه الإشاعات السؤال الذي وجه لمروة حماد، وهو: هل جنى أنجبت ولديها الآن طفل؟ فأجابت مروة حماد بأن جنى إلى الآن لم تتزوج لأنها ما زالت صغيرة، عمرها 15 عام، فهي من مواليد 18 إبريل عام 2008، وأن الإشاعة التي تقول بأن جنى تزوجت ولديها أطفال أو لديها توأم كلها إشاعات تخرج على نجوم طيور الجنة من وقت لآخر.